حرام عليك يا شيخة، سمنة بلدي ايه اللي عايزانا نجيبه؟ انت عارفة السمنة البلدي بقت بكام؟ انت بقى بالذات ما بتحسيش بالناس. يا فندم انا عايزاك تستخدم كمية قليلة جدا، يمكن كمان اقل من معلقة الشاي. ولو مش هتجيب اصلا مفيش مشكلة، اوجد طرق طبخ تطبخ بيها من غير سمنة بلدي، افضل ما تصرف فلوسك على علاج القلب والضغط والسكر. عيش ايه اللي ما نقمروش على النار؟ ما طول عمرنا بنعمل كده، ايه نسخنه في الشمس؟ لا يا فندم، سخنه في الفرن. ما ينفعش العيش يلمس النار خالص، سخنه باي طريقه، المهم يكون في عازل بين العيش والنار. سلك ايه اللي ما نغسلش بيه؟ ما طول عمرنا اجدادنا نضاف زي الفل بيغسلوا بيه. اه بس ممكن يبقى بقايا منه تضر بصحتك، احنا في غنى عن ده، فاستخدم الليفه افضل بالخل. بصراحة بقى انت كرهتينا في كل الاكل. ايه نعيش على الطاقة الشمسية؟ لا يا فندم، كل الاكل اللي ربنا خلقه، بس من غير ما يعدي على المصانع. لو لقيت اسم الصبغة ده على اي منتج من اللي انت بتشتريه رجعه فورا، لان الصبغة الحمراء رقم 3 مرتبطة بالامراض، وهم بيستخدموها عشان يلونوا بعض الاكلات زي حلويات الاطفال والبسكوتات والمارشميلو والجيلي والكيكات وبعض انواع الزبادي والعصير الفراولة اللي لونها احمر. فلو لقيت اي منتج ملون بالصبغة دي اوعى تشتريه، واشرف بنفسك على الحلويات اللي بتشتريها الاطفال. يا ريت الناس تفرق بين حاجتين مهمين جدا جدا: مكمل غذائي فيه حديد، وعلاج يرفع الحديد نفسه. المكمل الغذائي عبارة عن مجموعة من تركيزات صغيرة من المعادن، الحديد واحد منهم، يعني الحديد موجود فيه بتركيز قليل، ما ينفعش اعتمد عليه في علاج الانيميا او نقص الحديد. اما التاني معمول بتركيز معين عشان يعالج نقص الحديد. قولي انت استخدمت ايه في علاج الانيميا؟ فعلا مكمل غذائي ولا علاج يرفع الحديد؟ واقرالي تركيز الحديد من على العلاج بتاعك. مية الزبادي مش مكانها حوض المطبخ، ده في ناس بيدفعوا فيها فلوس كتير جدا وحضرتك رايح ترميها. هتقولي اصل بقرف منها، اصل اتعودت على كده. ارجع قلبها تاني في الزبادي عشان ما تندمش لما اقولك فوائدها. اول حاجة هي مليانة بروتينات وكالسيوم، تاني حاجة هي تحميك من هشاشة العظام، ومليانة فيتامينات ومعادن وبكتيريا مفيدة، وهتحسن صحة جهازك الهضمي، ده غير انها بتحسن الصحة العامة. حد يرمي النعمة؟ خلي بالك، الخضروات الورقية مش ورق بنحطه خلاص على السلطة عشان نشبع ونخس. بالعكس، انت لو عرفت فوائدها مش هتبطل تاكله كل يوم سواء عايز تخس او لا. زي مثلا الكرفس اللي بيظبط ضغط الدم، كمان بيعالج قرحة المعدة. الكزبرة بتنظف الكبد. السلق مفيد جدا جدا للقلب. الريحان بيعالج ويخفف التوتر. كمان الجرجير بيحمي من الامراض الخبيثة. فحاول تنوع بينهم في اكلاتك اليومية. مش عايزين ننساه في حياتنا اليومية. ومن العادات والتقاليد ان احنا ناكله بعدد فردي مش زوجي، يعني 1 أو 3 أو 5، وهو بقى غني بالمعادن زي المغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم، ومفيد جدا جدا للعظام، وغني بمضادات الأكسدة، وهيقلل فرص الإصابة من أمراض القلب والزهايمر والتهاب المفاصل. كمان هيعزز صحة الجهاز الهضمي. كل ده بيقدمه لك التمر، وعلى الرغم من ان هو مليان سكر الا ان مرضى السكر ممكن عادي يستخدموه، لكن ياخدوا بالهم من الكمية. كمان هو بيديك طاقة، وممكن تستخدمه كعلاج لفقر الدم، ومهم جدا جدا للأطفال.